ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اول حاجه كده النهارده اول ما صحيت دخلت اول حاجه على المطبخ اولع على اللحمه، لان هي يعني اكتر حاجه بتاخد وقت في الاكل، يعني اللي انا هعمله النهارده. دخلت بقى ولعت على حلتين كده زي ما انت متعوده معايا. بحط في حله اللحمه كده اللي هي الصغيره اللي قدام دي. اول ما تبدا تطلع الريم بتاعها كده بشيلها بقى اشطفها خالص. وتكون الحله التانية دي يعني غليت بقى، احط فيها اللي انت بتحبيه بقى. انا بحط بصل، طماطم، ورق لورا، حبهان، معلقه سكر. لو انت عندك جزر حطي، عندك كرفس حطي، الحاجه اللي انت بتحبي تحطيها في الشوربه حطها في المرحله دي. هنا بقى اللحمه ببقى خدتها شطفتها خالص خالص، يعني من الميه اللي كانت فيها شطفتها جامد، يعني عشان ما اسيبهاش كده في الشوربه واشيل الريم بالمعلقه مثلا او بالكبش او كده. لا، انا بعمل الخطوه الاولانيه دي واقوم شايلها بقى خالص، شطفها خالص ومنزلها هنا. هنا بقى بتخلي الشوربه كلها رايقه ما فيهاش ولا معلقه ريم. كنت هسلق بقى هنا كرنب، انا هعمل محشي. فولحت بس على اللحمه الاول عشان ما تاخدش وقت معايا، علشان لما تبقى دخلت على سوا اعرف اخد منها اعرف اخد منها يعني الشوربه، اسقي بيها المحشي وكده. حطيت كده في الميه بتاعه السلق حبه ميه ملح صغيرين وحبه كمون علشان الريحه بتاعه السلق. انزلي بيها الاول بالناحيه اللي انت شايله منها الراس، يعني انت بتقوري كده الراس بتاعه الكرنبه، بتقورها لحد تحت علشان تفكك، تبقى الورق فكك من بعض. انزلي الاول بالناحيه اللي فيها الراس، وبعدين اول ما تحس ان هي يعني استوت سنه اقلبيها، لان الكرنب بتاع الشتاء ده مش بياخد وقت، يعني غير الكرنب اللي انت مخزناه، غير الكرنب اللي بيبقى في اخر الشتاء. لا، الكرنب بتاع دلوقتي ده ما بياخدش وقت. يا دوبك 3 4 دقايق هنا الناحيه دي، ولما بتقلبيها بتاخد 3 4 دقايق الناحيه دي، بتلاقي اساسا الورق كده فك من بعضه. بتشيليه كده. انا هنا كنت بفرده على صينيه، انت بتفرديه ما بتطلعوش كله على بعضه. طبعا احنا بنقول الكلام ده للبنات اللي لسه بدات تدخل المطبخ، اللي لسه يعني اللي هم صغيرين، انما الناس الكبار والحاجات دي كله طبعا عارفين كل الحاجات دي. احنا بس بنقول الحاجات دي كلها للي لسه داخلين المطبخ او بيستصعبوا المحشي، خصوصا الكرنب ما بيعرفوش يسلقوه او بيتهرم منهم او بيطلع جامد او كده. هو انت اول بس ما الميه تغلي حط فيها شويه كمون وشويه ملح صغيرين، مش ملح كتير. وانزلي الاول بالناحيه اللي فيها راس الكرنب اللي انت شايلاها. وبعدين 3 4 دقايق كده تلاقي ان الميه بدات تغلي تاني. تقوم قلبها على الناحيه التانية، هتلاقي بقى الورق كده زي دي كده، تقلبها بقى على الناحيه التانية عشان ايه؟ تقدري بقى بص تتفك كده كلها من بعضها. الورقه بقى بتطلع ورقه ورقه كده، تمسكيها كده بالماسك او بالشوكه او اي حاجه، هي تطلع من بعضها. واهم حاجه تفرضيها على صينيه او على اي حاجه عندك، وبعدين يبقى يرميه فوق بعضه عادي، بس عشان لو انت ما فرطتهوش وطلعتيه فوق سخن فوق بعضه هيكمل سوا فهيتهري منك. ممكن انت تبقي مطلعاه كويس من الحله، سلقاه كويس مش مهري قوي، وبعدين وانت بتحشي تلاقيه مهري، الورق بيتقطع منك. انا كنت بفرض على السجاد شويه، على الصينيه شويه، وبعدين لما بيبرد بلمه على بعضه عادي مش مشكله، مش هياخد منك مواعين. الحاجات دي انت هتشطفيها بس مش هيبقى فيها حاجه. اهم حاجه زي ما بقول لك فرضيه عشان ما يكملش سوا ويتهرى معاكي، يطلع زي ما انت شايلاه بالظبط من الحل. بس كده هما كان الكرومبتين دول خدت اللي انا عاوزاه منهم. وبعدين بقى لما بيبرد بحطه بقول لك على بعضه. بتجيبي بقى انت كده بتقطعي مش عارفه دي اسمها ايه، العروق دي، وبعدين تلفيه كده وتقطعي بقى الحجم اللي انت عاوزاه. الحجم كده اللي انت عاوزاه، انا ده العرض. الطول بقى اللي انت بتحبيها تعملي بقى وانت بتقطعي. انت ممكن تفردها على الرخامه، يا تحطها كده على الرخامه وتقطعي. انا بقطعها بقى بستسهل بقى وانا واقفه كده، وتلفيها كده وتقطعي. هي جت بقت يعني انا قطعت الورق بتاعي يعني عريض شويه مش مشكله، عريض او مش عريض، المهم ان احنا عملنا محشي كرنب. مره كده ومره كده، انت بقى قطعي الحجم اللي انت بتحبيه كده. بتشيلي كده او بتحطيها على الرخامه وهي مقسومه اتنين كده، تشيليها وبعدين تقطعيها برضو هي على الرخامه. بس كده اسهل بقى، اول حاجه في ايديك كده ايه اسهل. تقطعي بقى كده بالراحه وحطيه في حاجه كده بتصفي عشان ما يبقاش فيه ميه لسه وانت جايه تحشيه، فكل ما تشيلي ينزل مثلا منك ميه على الرز او حاجه. لا، انت حطيه في مصفى كده عبال مثلا ما تكون هتعملي حاجه، هتخدعي الرز، هتعملي حاجه، يكون صفى بقى كل حاجه وخلاص. هنا بقى تعملي بقى كل الكميه دي، انا وريتك بس في الاول كده اسرحها بقى مش مشكله. اهم حاجه زي ما بقولك تحطيه على الرخامه، تعملي كده. وخلي الاخضر في ناحيه عشان تبقى عارفاه، عشان تحطيه في ارضيه الحله او الصينيه اللي انت تحشي فيها. انا بحشي النهارده في صينيه، انا كنت بحشي في صينيه الاول وبعدين قعدت احشي في حله ورجعت للصينيه تاني. بس بحشي الصينيه عايزه اقولك بيبقى تحفه. ما تفكريش ان هي بتاخد شويه صغيرين، لا، ارضيه الصينيه عريضه، الصينيه بتبقى عريضه من تحت غير الحله. فانت لما بتلفيها كلها وتعملي فيها 3 4 صفوف او حاجه بتبقى كتير. خلي بقى برضو اللي هو الكرنب اللي يبقى اللي يبقى في النص ده اللي هو قلب الكرنبه في جنب لوحده، عشان ما تحطوش في ارضيه الحله، لا، عشان تخليه على الوش، وما بياخدش وقت في السوا. لان انت واحنا بنسقي هتشوفي انت مش بتسقي طبعا الصف الاخير بيستوي على البخار اللي طالع. فانت خلي يبقى انت عارفه كده الورق بتاعك ايه، اللي هو جامد شويه الاخضر شويه بيبقى تحت، المتوسط في النص، اللي هو قلب الكرنبايه ده خليه في جنب كده عشان تحطيه على على وش الحله. سبته بقى يتصفى شويه ورحت بقى اخد على التغذيه بتاعه المحشي. كتر لها بصل، كل ما بتكتر البصل في التغذيه بتاعه المحشي بالذات التغذيه بتبقى مسكره وطعمها تحفه.
بس انا هعملها بصل وتوم. كان عندي توم اخضر، لو فاكرين يوم ما كنت جايبه الخضار، لما كنت بقولك ده كان بصل اخضر، انا كنت مفكراه بصل اخضر وهو توم اخضر، كنت خرطته بقى وشلته في الفريزر. يعني بقطعه كده واشيله في الفريزر برضو مثلا ليوم المحشي او حاجه، بحط منه بقى. على فكره بتبقى ريحته قويه وتحفه. اقوى كمان من التوم بتاعنا. يعني انا هنا خلاص مش هحط توم بقى من العادي بتاعنا الفصوص ده، لان انا عندي التوم الاخضر ده. بقطع بقى اللي هي الراس اللي فوق دي اللي عامله زي راس البصله، والعروق كمان الخضراء. هنا بقى الطبق الصغير اللي انا كنت بحطه ده مقطع فيه التوم وفيه قرن فلفل اخضر مقطعاه صغير، انا بحب احط لها قرن فلفل صغير. اللي على الوش ده التوم، واللي تحت ده بقى زي ما بقول لك فلفل اخضر. التوم الحته اللي هي بتبقى ورا في التوم دي، اللي هي بتبقى عامله شكل الكرات دي، بس هي بتبقى العروق بتاعه التوم دي بتبقى ريحتها حلوه، هي والراس بتاعته. بس كده حط بقى انت في مرحله تحط التوابل اللي انت بتحبيها لما بتتحمص كده، بتدي ريحه حلوه. دي توابل محشي وقرفه، وتقريبا شويه ملح وفلفل بس. وخدي بالك برضو من بهارات المحشي، ان ممكن يكون هما يعني يكون العطار انت بتجيبي منه نوع التوابل اللي عنده دي عليها ملح. يعني اي بهارات بتحب بتحطيها، انا كل مره بقول نفس الكلام، اي بهارات بتحطيها دوقيها الاول، لان اكتر في بهارات كتير بتبقى مملحه، بتحتاج ان انت تحطي حبه ملح صغيرين. او لو انت هتضيفي معاها مثلا مكعب ماجي او كده، ممكن ما تحطيش ملح خالص. انا حطيت البهارات وشويه قرفه وشويه فلفل اسمر صغيرين وشويه ملح صغيرين، لان زي ما بقول لك البهارات عندي مملحه شويه. ونزلي بقى بالطماطم مسبكاها، لو انت لسه ضربها في الخلاط، او لو انت مطلعه طماطم حطيت شويه سكر هنا علشان الطماطم. لو انت مطلعه طماطم من الفريزر اللي مسبكاها، طلعها تفك معاك شويه وانزلي بيها تاخد غلوه، وبعدين تنزلي بقى على الرز. هنا دي طماطم كنت لسه بسبكها، خليتها بقى لحد ما تتسبك خالص كده. وانزلي بقى عليها بكميه الرز، تبقى غاسله الرز ومصفياه كده، وانزلي عليها بكميه الرز بتاعتك. قلبي شويه، في ناس ما بتشوحش، في ناس بتعمل كله على الني في ني، ما بتشوحش على البارد. انا بقى خدت على التشويحه دي براحتك، دي كويسه ودي كويسه، الطريقه اللي انت واخده عليها وحباها حطيها. وخدي بالك برضو لما ده الخضار اللي احنا كنا فاكهه زي ما بقول لك يوم الخضار ده، الخضار اللي احنا كنا لسه مخرطينه وحاطينه في الفريزر، لسه لونه اخضر وتحفه وبتفرفت بسرعه، انت طلعيه من الفريزر على طول على الحاجه. يعني انا مش مطلعه من بدري، انا طلعته دلوقتي، يعني انا طلعته وانا بقلب الرز زي ما كنت بوريهولك كده. ما تطلعوش يفك، انا بص انا بفرفطه، انت بتتك عليه كده بيفرفط منك، زي ما بيبص كده ما بيمسكش في بعضه، يتفرفط كده معاكي، قلبي عشان يفضل لونه اخضر. ما تحطوش من اول التشويحه قوي، في الاخر بس او لما تطفي، علشان ما يتبلش قوي معاك ويبقى لونه اسمر. لان الخضار على النار بيسمر طبعا، فانت حطيه في الاخر كده عشان يفضل لونه احمر، لونه اخضر. زودي بقى البصل، زودي بقى الحاجه الحمراء في التتبيله، الصلصه، زودي الخضار على حسب ما انت بتحبي. هنا بقى كانت اللحمه خلاص يعتبر ده على نص سوا. بنزل عليها بقى ده كيس طماطم من اللي انا كنت مسبكاه معاكي برضو، اللي انا كنت حاطاه في الفريزر. بنزل عليها بكيس طماطم، زي ما انت عارفه ان عندي العيال، انا قلت لك قبل كده مش بيحبوا غير الشوربه اللي لونها احمر والحاجات الحمراء وكده، مش بيرضوا يشربوا الحاجات الحمراء. بس كده كيس طماطم مسبك، مع اني حاطه طماطميه في الاول. كيس طماطم كده من اللي انت مسبكاه، او لو انت ما جربتهاش قبل كده جربيها في، يعني بشيل مثلا نص الشوربه دي، جربي فيها، جربي الطريقه اللي تعجبك، او لو انت عاجبك الطريقه اللي انت بتعملي بيها هي حلوه، هي نفس الطعم، بس هم بس عشان اللون. عمال بقى ما تكمل سوا، كنت انا جبت كده كيلو بتنجان واحد، كملت بيه شويه الرز اللي كانوا باقيين عندي، هو كيلو واحد يعتبر. قورته كده، او بصي انا ما يعني بقوره، يعني ما بعمل بسيبه زي الكوسه كده، يعني في شويه لحمه من جوه. لما بترقيه قوي بتحس ان هو بيبقى مجلد كده على النار. يعني لو انت كنت بترقيه قوي وبتحسي ان هو مش بيستوي قوي معاكي، لا جربي كده، سيبي فيه شويه كده من اللحم كده جوه، عشان تبقى برضو تحس بطعم البتنجان وانت بتاكليه، ما يبقاش بس باخد الرز مش حاسه باي طعم بتنجان، الجلد بس بتاعه معايا. لا سيبي فيها حته كده من اللحم جوه، زي ما بتسيبي كده في الكوسه. جربي بقى انت كده المره الجايه لما تيجي تعملي محشي بتنجان، سيبي فيه حته لحم كده زي الكوسه بالظبط. يعني مش نص تقويره، لا عادي تقويره عادي خالص، بس سيبي فيه حته من الاخر كده، من الجناب كلها، زي ما انا وريتها لك كده، عشان بتبقى طريه بقى. على فكره لو انت حاطه كوسه وبتنجان في نفس الحله، مش الاول الكوسه كان بتستوي الاول، البتنجان بيستوي قبل الكوسه. الحركه دي بتخلي البتنجان بيستوي قبل الكوسه، جربيها كده بس وشوفي. انا هحط النهارده، هو كان كميه صغيره، كان كيلو بس، جبت معاه تلات قرون بس فلفل كده، قلت احطهم في صينيه. هما بيحبوا يعني المحشي البتنجان والكوسه يبقى بدخله الفرن، يعني بص 3 4 دقايق بس كده، وشه بس يتشمع من فوق، مش تحمير بس ولا حاجه عشان ما ينشفش، يتشمع بس كده. هنا بقى كانت الخلطه بردت، قعدت كده، قعدت اتغطيت كده واتدفيت من البرد، فرشيلك حاجه كده وانت جاي تعملي المحشي. معلش الصوت ده مكه بتلعب جنبي.
افرشي لك حاجه كده على السجاده بتاعتك او على الحافظه بتاعتك، علشان بس ما توسخيش الدنيا حواليك. انت ما تخلص هتقومي شايله الفرشه اللي انت فرشاها دي ومنفضاها وخلاص في الارض ورا عند المطبخ او حاجه وتلميها وكده، مش تاخد معاكي وقت، بدل ما تعملي الدنيا كلها حواليك يبقى كلها حواليك رز، ورقه واقعه، ما اعرفش ايه كده. جبت بقى الكرنب زي ما انا بقول لك، انا بدات احشي في الصينيه دي الاول. صينيه كبيره، هي واسعه، هي مش باينه، دي تقريبا اكبر صينيه في الطقم. انا عندي الطقم كده 5، دي تقريبا اكبر صينيه فيه. جيبي بقى الورق كده، حطيت الاخضر تحت وده في النص كده، واحط كمان صف فوق اللي هو الورق اللي كنت بقولك عليه اللي بيبقى في قلب الكرومبه ده. آه، احشي بقى. بص زي انا بقولك، حاسه ان الصوابع تحت طويله شويه. المقاس ده بقى زي ما انت بتحبيه، طويله قصيره، بتزودي الرز شويه بتقللي الرز شويه. بس خدي بالك، هو كل حاجه في وسط تبقى حلوه، عشان مثلا وانت بتسويه ما تقوليش انا حاسه ان هو بيستوي من الاحرف الوسط ني، وفي ناس تقولك الوسط بيستوي والاحرف لا لسه نيه. انت برضو وانت بتحطي الحله على النار، يعني ما تبقيش مثلا عامله حله كبيره ومولعه عليها على عين صغيره. اكيد طبعا الحروف مش هتستوي، هيبقى النار كلها متوزعه في نص الحله بس او في نص الصينيه بس. يعني انا لما اعمل صينيه زي دي ما ينفعش احطها على العين الصغيره بتاعه النار. انا اكتريت اكلي بحب اعملها على العين الصغيره عشان تبقى عارفه. بس مثلا لما تبقى حاجه كبيره كده ما ينفعش احطها على العين الصغيره، الوسط هيستوي والحروف مش تبقى مستويه، لا احطها على العين الكبيره اللي هي في النص او الوسط التانية. وبعدين لما يتشرب معاكي زي الرز او زي اي حاجه بتعمليها، بتوطي خالص، بتوطي خالص. فهتبقى التوطيه يعني لو انت مثلا تخيل لو انت حاطه على العين الصغيره، وجيتي بقى بعد ما المحشي ده اتشرب معاكي وطيتي، لما توطي بقى تبقى العين صغيره قوي خالص كده، هيستوي ازاي بقى؟ يعني اللي بره ده اللي في الحروف ده هيستوي ازاي؟ هتبقى النار واطيه والعين صغيره، فاكيد مش هيستوي. فانت دي برضو حاجات من ضمن اللي احنا ما كناش بنعرفها زمان، كنا مفكرين يعني مش بتيجي في خيالنا حكايه عين البوتاجاز دي صغيره او كبيره او كده، المهم ان احنا مولعين عليه ولما غلى وطينا والحاجات دي، ما كانتش بتيجي في خيالنا. مش عارفه حد كان قالها في التلفزيون، شيف تقريبا كانت قالت لك خلي بالك يعني من العين اللي انت بتولعي عليها، ما تبقيش مثلا عامله حله رز كبيره كده. انا كنت بركن الورق الاخضر ده عشان ابقى احطه في الحله اللي هناك دي صغيره. خلوني اسويها لهم على طول. كلوها قبل ما، لان انا استنيت على المحشي ده كان بدري، استنيت عليه ما عملتوش غير بعد المغرب، لان هم كما كانوا ما جم من المدرسه او كده قالوا لي سوينا الصغيره دي. دلوقتي ريحه بقى الحاجه طالعه معاهم ما اعرفش ايه، وكنت انا ولحت على اللحمه وكده، فقلت سويتها لهم. كلوها بعد الظهر كده، والتانية دي سويتها سويتها على بعد المغرب كده، ما كانوش يعتبر بعد العشاء يعني. خلصت بقى الصينيه دي، انت على حسب المقاس معاكي، بياخد 3 صفوف او 4 على حسب. انا قلت هعمل الحله الصغيره دي، لو كان باقي شويه رز او حاجه كمان هبقى اعمل كمان صف فيها. بس انا سبت بقى الحله دي كانت خلصت، كنت انا شايله شويه تخديعه جوه من الطماطم، كنت حاسه ان هي كتير وانا بعملها، زودت لها تاني شويه رز جوه وشويه خضره وما اعرفش ايه، وعملت بقى كيلو البتنجان ده، لان ما كانش في بالي ان انا اجيب بتنجان. انا حسيت ان لما هم كانوا الحله دي الظهر، فقلت يمكن الصينيه ما تبقاش كتير او حاجه، تبقى اجيب عليه حتى كيلو بتنجان او حاجه. كنت بحسب في الفريزر عندي كيس ورق عنب، قعدت ادور ما لقيتش، انا كنت فاكره ان كان باقي كيس عندي ما لقيتش. عايزه بقى مش عارفه هو بيطلع امتى، انا نسيت. لو هو دلوقتي بقى هجيبه بقى واخزنه كده، بحط مثلا كل ربع كيلو في كيس كده، بنخزنه وبتحط في الفريزر، لو سبتيه سنه مش بيجرى له اي حاجه. بتحطيه بقى، بخزن ورق العنب ازاي، بغلي برضو الميه، احط شويه كمون وشويه ملح صغيرين، بالذات للحاجه اللي انت هتخزنيها ما تحطيش ملح كتير في ميه السلق عشان ما تتهرش منك. بتنزلي ورق العنب، بس اهم حاجه تبقي رصاه، لان انت لو ما رصتيش ورق العنب بيغلبك جدا وانت بتحشيه. رصيه كده فوق بعضه وتنزلي بيه في الميه المغليه، يا دوبك هتحسي الميه هتبدا تغلي تاني تشيليه، اول ما يغير لونها تشيليه على طول. وبرضه تحطيه في حاجه يصفي ميته خالص ويبرد منك، وبعدين تحطيه بقى في اكياس، في علب، زي ما بتحطي بقى، عايزه تلفي الورق على بعضه وتدخليه في الفريزر، تحطيه في برطمان، اي حاجه. كل الطرق دي كويسه. المهم وانت بتنزليه في الميه ما ياخدش وقت، يا دوب اول ما يغير لونه بتطلعيه تشيليه، بيقعد معاكي من السنه للسنه لحد ما تبداي تجيبي ورق العنب التاني. الكرنب بقى ساعات بخزنه وساعات لا، يعني لو حد جايبهولي من ارض او كده وعارفه ان هو كويس او كده، ما فيهوش كيماويات او كده، ممكن اخزنه عشان بس ما يجلدش، لان اكترية الكرنب الواحد بيزعل لو خزنه وبقى لقى الورق مش حلو معاكي او كده، خلاص بتبقى عايزه ترمي الباقي، فبيصعب عليكي بقى وقفتك وانك وقفتي سلقتيه وما اعرفش ايه. بس انت لو تسلقي كرنب برضه تشيليه، ما تسلقوهوش قوي، يعني مثلا احنا سالقينه النهارده لان احنا هنحشيه على طول وهنسويه، لا انت بقى اللي انت هتشيليه ده يبقى شيليه قبل كمان شويه، وما تحطيش، يعني انت لو بتحط نص معلقه ملح في الميه، لا حط ربع بس في الميه في الكرنب اللي انت هتشيليه تخزنيه. وما تسلقوهوش قوي، لان لسه درجه التبريد بتاع الفريزر بتدي برضه شويه سوى، مبيبقاش زي اللي انت لسه عاملاه فريش او كده. هنا بقى زي ما بقول لك، جبت بقى شويه البتنجان كنت غسلته وسبته يتصفى هنا في المصفى على ما اخلص الحاجه اللي انا بعملها، شربيها يا ريتال.
على ما يصفوا الميه بقى، على ما على ما اخلص الحاجه اللي انا كنت بعملها. كنت خلصت كده خلاص حشو الكرنب، وجبت بقى كده البتنجان ده. انا كنت لسه جايباه، بقول لك انا ما كنتش ما كانش في دماغي ان انا هعمل بتنجان. قلت اجيب لهم بقى كيلو بتنجان او كيلو كوسه وخلاص. اللي لقيت كيلو بتنجان ده هو كان حبه كبيره على حبه صغير، حبه قصير، ما اعرفش ايه كده. هو البلد عندنا هنا تلاقي يوم الاربع العصر، من اول العصر كده بلد كلها مليانه كرنب. ناس بتبيع كرنب بقى، فيها فلاحين كتير او كده، بيبقوا جايبين بقى من الارض. بيبقى الكرنب بصراحه بتاعهم تحفه. فطبعا بيبقوا واخدين الحاجات دي كلها، واخدينها بقى من الاربع بالليل ده او العصر. فما ما كانش باقي بقى في حاجات بقى كوسه وبتنجان قد كده. كان اللي بقى شويه صغيرين، فجبت لهم بس الكيلو ده. هو سبحان الله جه على قد حبه الرز اللي انا عملتهم والثلاث فلفلات ده. بس عملتهم في صينيه بقى زي ما بقولك علشان ادخله الفرن، بس ياخد تشميعه بس كده. حطيت بقى زي ما بقولك، شوف الصينيه علشان كبيره، حطيتها على العين الكبيره زي ما قلت لك. اسقيها بقى. هنا كانت اللحمه خلاص يعتبر استوت. اه لا، ده كده كانت اللحمه كانت اللحمه ده كانت انا كنت ولحت عليها تغلي تاني لما جيت اسقيه بقى، يعتبر بعد المغرب. المره الاولانيه انا كنت واخده لل... للحله التانية. كنت مفكره ان انا لسه بسقي يعني الحله الاولانيه. هنا بقى وانت بتسقي فرغي كده بسكينه بشوكه بمعلقه للشوربه تنزل تحت، عشان ما تبقيش ساقيه من فوق. ولازم تهز كده الحله والصينيه كذا مره، لان ممكن في بنات لسه صغيرين بيسقوا يلاقوا الشوربه فوق كده، فيقولوا خلاص ده هو اتشرب من تحت، ما بيكونش الشوربه نزلت تحت. لازم تهز كده الصينيه وتحركي كده. بص الوش الاولاني بتاع المحشي ما يبقاش متغطي، ما تحطيش عليه شوربه، تبقي سايبه الصف الاخير ده من غير شوربه خالص. البتنجان برضو انا كان خلاص المحشي ده كان بدا الكروم بدا يشرب، نقلته على العين التانية الكبيره برضو. وجبت هنا البتنجان جنبي على العين دي عشان بس الشوربه ما توقعش، وانا ايه ما انقلهاش وتوقع مني او كده. اسقي برضو البتنجان كده يبقى نصه كده متغطي، هيستوي كل حاجه، ولا تحتاج تزودوا شوربه تاني ولا اي حاجه خالص. الحاجات بتاعه الشتاء، الحاجات اللي في ميعادها كده. هنا بقى خلاص بدا يغلي، توطي له بقى كده. بدأ يغلي بقى توطي الحاجة. وكذلك المحشي الكرنب كنت انا وطيت عليه. بصي، اهم حاجة وانت بتسقي المحشي ما تحطيش على الصف اللي فوق خالص شوربة، خصوصا المحشي بتاع الشتاء. هنا بقى كنت بعمل الطشه بتاعه الشوربه دي. زي ما انت عارفه انا بعمل طشه للشوربه كده زي طشه الملوخيه والحاجات دي، بس بتاعه الشوربه بقى ببصله. ببصله مش بتومه. معلقه سمنه كده كبيره حلوه، وتحمري فيها كده البصله. بعد ما اللحمه خلاص استوت معاكي، طفيتي عليها او لسه هتطفي، تحطها بقى على الشوربه. شوفوا بقى ريحه الشوربه هتبقى جايبه اخر الدنيا. ريحه الشوربه بقى وطعمها، هتحسي ان انت اول مره تشربي شوربه بالطشه التحفه دي. شوفوا الملوخيه مثلا من غير طشه مبقاش لها طعم، جربي بقى انت كمان الشوربه كده بالطشه دي. انزلي بس عليها بالطشه دي كده، معلقه سمنه حلوه كده. خلاص هنا بقى كان يعتبر الاكل كله استوى. اللهم صل على النبي. كده كان المحشي خلاص كده استوى. هزي كله كده، لو في شويه شوربه ينزلوا في الارضيه، ما يبقاش حاجه مستويه فوق وحاجه مش مستويه تحت. بحط انا بقى عليه معلقه سمنه. لو عندك بقى معلقه قشطه بتحب تحط معلقه قشطه حط. دي معلقه سمنه عاديه مش بلدي ولا حاجه. لو انت عندك سمنه بلدي حطها بقى، لو عندي بلدي كنت هحط. انا عندي زبده في الفريزر، بس اللي هي القالب دي، مش سمنه بلدي، الزبده العاديه اللي هي الفرن دي. فكان عندي بقى السمنه دي قدامي بقى على الرخامه كده، حطيت منها كده. كان خلاص استوى. البتنجان برضو بحط له معلقه كده، لان انا بس هدخله الفرن زي ما بقول لك، ياخد تشميعه بس، مش هحمره قوي عشان بس ما ينشفش. هو طبعا كبير شويه زي ما انت شايف، بس هو مش كبير قوي عشان بس البت كانت مقربه التليفون مني. آه في كبير في صغير زي ما بقولك بقى. اللي لحقته بقى ان احنا كنا تاني يوم. هنا كنت دخلته الفرن بقى. بصي بياخد بس تشميعه بس بسيطه كده صغيره. انا سبت لهم الاكل في الصينيه. سبت لهم كده في الصينيه. ابقى اغرفه تاني بقى، يعني ساعه ما نطلع على الصينيه هغرفهم بقى كده، فرفروا كده وانزله كده على الصينيه مره واحده. بس ايه رايك فيه في الصينيه؟ بتبقى متشمعه وتحفه وكلها مستويه. لو انت بقى بتقلقي من تسويه المحشي مثلا في الحله او كده، جربي سويه في الصينيه. ومحشي الكوسه اديته وش بس كده من فوق، حاجه بسيطه مش ناشف ولا حاجه. بعد ما ساعه ما اتحمر كده على طول نشف كده من فوق، غطيته بقى، طفيت الشوايه وغطيت الصواني. تطلع معاكي شوفي، ولا ارضيه ولا فيها ميه ولا باقي شوربه ولا فيها حاجه. الاهم حاجه في المحشي انك تسقيه كويس. انت ممكن يعني تبقى عامله خطوات كويسه، وتيجي في التسويه مثلا تزودي شوربه شويه، ما تزود او تنقصي شوربه شويه. هو المحشي نقصي بس بالصف الاخير. والبتنجان والكوسه تبقى نصها بس. اللحمه لو انت بتحبي تشوحيها بقى في معلقه سمنه، او تدخليها فرن، او تحمريها الطريقه اللي انت بتحبيها بقى. احنا بس بنحبها بس مسلوقه كده من الشوربه. ساعات كنت اعملها في معلقه السمنه البلدي او كده، بس ساعات العيال ما بيرضوش بريحه السمنه البلدي دي. فانت بقى شوفي انتوا بتحبوا ايه، واعملي بقى اللي بتحبوه، جربوه بالف هنا وشوفي يا رب على قلبكم. بس جربي المحشي في الصينيه وقولي لي ايه رايك فيه، سواء الكوسه او البتنجان او الكرنب.